السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله بالمتابعين. اليوم أنا رايح للشغل ومتجه يعني تحديدا إلى مدينة اسمها دنبوش اللي أشتغل بها المدينة، وحبيت أصور هاي المدينة بوقت الخريف، الأجواء الخريفية. خلوكم وياي تابعوا الفيديو حتى تستفيدون وتشوفون الأجواء عندنا بوقت الخريف. هاي مدينة دنبوش الهولندية. زين، شوفون هذول الناس والازدحام، هذول كلهم صافين على هذا المحل يبيع حلويات. هاي الحلويات اللي ياكلونها صافين صفوف عجيب والله العظيم، صافين على الحلويات. يحبون الحلويات الهولنديين بشكل ما ينوصف. هاي المدينة اللي بيها ذكريات جميلة جدا. الآن دخلت هذا الشارع شوفونه خلفي، تذكرت انه ب 2016 وقت ما كان كنت بالكنف. جيت كنت اجيها بالبايسكل، اجي هنا اتسوق. وقتها كنت اتكلم انجليزي، ما كنت اتكلم هولندي. فعلا تذكرت، يعني رجعت الى تسع سنوات حوالي قبل. الله يذكر ذنيك الايام. وصلت الى وسط المدينة. ما شاء الله الاجواء حلوة جدا. صور شوية طيور. تخيلوا الشوارع هدوء كأنها رسم، سبحان الله. الشوارع جميلة جدا. تخيل نظافة الشوارع. يضحك، يقول هذا ايش بيه يصور. احكي لكم عن ذكرياتي بهاي المدينة. حوالي 2015 من دخلت هولندا، نقلونا إلى كامب بمدينة ألفناندراي. بعدها انتقلت إلى مدينة ثانية اسمها لايدن. من بعد لايدن نقلوني إلى هاي المدينة دنبوش اللي تقع بالجنوب من وسط هولندا. جيت إلى مدينة دنبوش. فأتذكر يعني من ذكريات 2016 خلونا بكامب مال لاجئين بوسط الغابة بمخيمات. كان هذا الكامب يعني أتذكر بالألف 1500 شخص. كنا بكامب جدا كبير. أتذكر كنا نجي بهاي المدينة ونفتر بالدراجات بالبايسكلات، نتسوق منا ونرجع. فإلي ذكريات بيها وايد. أتذكر إنه كنا نجي لهاي الساحة، نشوف الناس ونتعرف مع الناس وعلى المدينة وعلى عاداتهم وتقاليدهم، لأن كنا جدد بهولندا يعني حوالي سنة أو أقل. يعني ما كنا نعرف كثير عن هولندا. بعدها
انتقلت إلى مدينة وينترسوايك، اللي هي يصير بحدود ألمانيا. تبعد منها شيء، من هاي المدينة، مدينة دنبوش، 3 ساعات حوالي. فهاي المدينة اللي بها ذكريات جدا جميلة. بعدها أنا طلبت أكون أعيشا بالجنوب. بعد ما عشت بالجنوب سبحان الله، الله رزقني إنه أشتغل بهاي المدينة، وحوالي 3 سنوات ونص أنا أشتغل بهاي المدينة بمطعم. هاي ذكرياتي كانت بهاي المدينة. الله ما أجمل هذا الشارع. هذا الشارع من أكثر الشوارع اللي أو الدربونة، أكثر من المكان اللي أنا أحب إنه دائما أجي هو هذا المطعم. هنا دائما يقعدون الناس، ولكن اليوم مسكر. تخيلوا يعني الهدوء والأماكن الجميلة جدا. ما شاء الله الهدوء، بس أنا بالشارع. شوفوا البيوت كثر جميلة. الله، شفت شي أجمل من الشارع؟ شفت الواحد يضيع هنا ما يندل والله. بس أنا مو أشتغل هنا. هنا المطعم مالي شوي قدام، بعد 200 متر وأوصل للشغل. أتمنى عجبكم المقطع. واو، أتمنى عجبكم المقطع، ولا تنسون الشير والسبسكرايب واللايك. هاي هذول يرددون ذكرياتهم.